مرحبا بكم في فيديو جديد ودبرة جديدة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا تحلية بنينة على الاخر بسميد ب3 طبقات، بنينة على الاخر. صدقوني بنة ماهيش عادية. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. يلا نبداو. عندي هوني 3 مغارف زبدة هكا بالمانير هذيا نعبيوهم زبدة، ولا نجمو نعوضو ما بين نعملو اشطار بين الزبدة والزيت النباتي. انا غير هوني ما عندي زيت نباتي، دونك خيرت نعمل الزبدة. نحطهم يذوبوا ومن بعد نكملو بقية المكونات. تو من بعد ما ذابت الزبدة باش نزيدها كاس سكر، كيلو بنفس الكاس بنفس الصحفة. اللي ما عندوش ميزان واحد ما يحيرش، بنفس الكاس نكيلو به المكونات الكل. تويكا باش نصبو كاس السميد اي نوعية، متوسط، جويد، خشين، اي نوعية عندكم ما يقلقش. تو باش نحركوهم هكا مع بعضهم، ما نخفلوش عليهم، كل مره نعملوا لهم تقليبه خفيفه، ومن بعد كده نكملوا نصبوا بقيه المكونات. تو في المرحله هذه كي نحسوا اللي السكر ذاب باش نصبوا تويكا ديما على نار هاديه. بسم الله. كاس ونص حليب. تويكا شنو باش يصير؟ تو السكر باش يتحجر، باش نخلطوه بالسياسة حتى لين يعاود يذوب مفعول الحرارة وتتكون عنا كتلة كاملة. هيك الوقت نعرفوا اللي السميد متاعنا طاب. تو السكر متاعنا ذاب. تو باش نحركوها اعتبارا عصيدة، ما غير لا فردين لا حتى شيء، اعتبارا باش نعملو كريمة على نار هادية حتى لين تتكون عنا كتلة كاملة. انا في المرحلة هذه كي سايب باش تبدا تعقاد، تو باش نفوح السميد متاعي باي نكهة تحبوا عليها. انا باش نعملها بروح الفانيليا، باش نعمل قطرات. تجمو تعملوا سكر فاني زيادة يجي بنين، المفيد في الاخر باش ما يفقدش النكهة، بالعطرشي، بالزهر، بالمسكتة، باللي تحبوا عليه انتوما، اي اروم تحبوا عليها، راهو يجي بنين على الاخر. باش ناخذ اي طبق يكون عنا، انا باش نعمل في طبق التارت ونتاليها بالباهي ما غير ما ندهنه، ديجا هي مشبعه بالزبده بالدهنيات ما يقلقش. تو باش نتاليها بالباهي ومن بعديك باش نحطها ومن غير ما نحشيها في الفريجيدير، وباش نعمل الطبقه الثانيه. تويكا هذا الشكل متاع الطبقه الاولى. فردتها، كملت فردتها بداية، ديجا هي ما تتلصقش في اليدين. ومن بعد الحكايه تو باش نحضروا مع بعضنا الطبقه الثانيه. تو في طنجره اخرى في البارد عندنا 3 كيسان حليب بنفس الكاس اللي كيلنا بيه وقتها السميد. عندي 3 مغارف سكر اكل، معناها 3 مغارف اكل. عندي 2 مغارف اكل فرينه، و2 مغارف زيادة اكل انشاء. تو باش نخلطوهم في البارد. باش نخلطوهم لين يتحل هيك الفرينه والنشاء يتحلوا مع بعضهم. قبل ما نشعل النار تو باش نرمي كعبتين فرماج تريونغل، ولا اللي عنده كاريزة ينجم يعمل، واللي ما يحب الزيادة ما يعملش، جست اختياري باش يعزز النكهة وبرا. تو باش نشعل عليها النار هادية حتى لين نطيبها كيف الكريمة،
ومن بعد باش نعمل عليها اضافات اختياريه، راهم اضافات اختياريه، تنجموا تحطوها كيف من هكا اللي نتاع القاز وكهو، اما انا باش نعمل فيها جوست اضافات. تو الكريمه عندي عقادت، تو باش نزيدها زوز ساشيات سكر فاني للتنكيه. تنجموا تزيدوا الزهر، العطرشيه، كيف ما تحبوا انتوما والنكهه اللي تحبذوها. الإضافة الثانية اللي نحب نزيدها، باش نزيد شطر هكا كريم فريش ولا كريم ليكيد، والا ما تحبوش تزيدوها زيدا ما تزيدوهاش، انا لتعزيز النكهه وبرا. تويكا باش نصبوا الكريمه فوق السميد، وباش نتاليوها بالباهي على كامل الطبق. نحاولوا نستويوها قدر المستطاع. وتو في المرحلة هذه عندي جوز هند حمصته في طاوة، جوست يطلع لكم النكهة متاعو، وديما يدكم فيه ما تغفلوش عليه باش ما يتحرقش. تو باش نغطي كامل المساحة متاع الكريمة. تنجموا تعوضوا جوز الهند بأي مكسرات عندكم اختياري، والا تعملوا لها طبقه جناش شوكولا زيدا كيف ما تحبوا، اما هكايا بصراحه ابد. تو باش نحاولوا هكا ميم با هكا ننزلوا عليها شويته باش هكا جوز الهند يلصق في الكريمه من غير ما ننزلوا عليه برشا باش الكريمه ما تطلع لناش الفوق، جيست هكا نستويوها براحه اليد. تو باش نخليوها تبرد بحرارة الغرفة، ومن بعد لكي باش نحشيوها في الفريجيدير مدة 3 سوايع 4 سوايع. المفيد تجموا تاكلوها في نهارتو، معناتها مش بالضرورة تبات ليلة كاملة، فيسا تشد روحها. تو من بعد ما هكايا يبست شوية وبردت بالباهي الجاتوه التحلية متاعنا، تو باش نقصها ونوريكم مرسو. راهو قداش طرية، صدقوني بنينة 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 على الاخر، بنينة بنينة. انا ديجا مش اول مرة معناتها نحضرها، ام بصراحة عالمية. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها في الملتقى ان شاء الله. سلامة.